احمد شوبير كعادته للاسف يعني دايما يقعد يتكلم عن الزمالك، وامبارح او اول امبارح بيتكلم عن ايه بقى؟ عن نادي الزمالك في ورطه كبيره جدا. ايه يا كابتن؟ اللعيبه ادت نادي الزمالك مهله، اللعيبه المحترفين ادت نادي الزمالك مهله 48 ساعه عشان تاخد مستحقات، وبعد ال 48 ساعه ما خدوش مستحقاتهم من المستحقات هيكون في شكاوى من اللعيبه دي. هيعملوا ايه؟ هيطلبوا فسخ عقودهم. طب وبعدين؟ لو طلبوا فسخ عقودهم هيتفسخ عقدهم في الحال باللائحه وبالقانون. ده اللي قاله بالظبط. طب انا هساله سؤال واحد، مين اللي قال لحضرتك ان اللعيبه اللي موجوده داخل نادي الزمالك امهلت نادي الزمالك فرصه 48 ساعه علشان ياخدوا فلوسهم؟ وبعد ال 48 ساعه هنستنى 48 ساعه تانيين. مهما توعدني هقول لك بكره، ويجي بكره هقول لك بكره. يعني النهارده راح اقول لك لا، وبكره مش راح اقول لك ده شعار المرحله عليك وعلى الفيفا. كلام كبير جدا على ابراهيم عادل وفيستو مايلي. النادي الاهلي ابراهيم عينه على ابراهيم عادل، مفيش مشكله خالص. بس بص اقول لك على حاجه من الاخر بقى، وخدوها مني اهو. احنا النهارده كام في الشهر؟ 14 اكتوبر. 14 ابراهيم عادل مساله وجوده في النادي الاهلي مجرد وقت. طب انت خدت خلاص كده مش هنقول. تاني، ابراهيم عادل مساله وجوده في النادي الاهلي مجرد وقت. مش يناير بقى يعني، مش للدرجه دي، لا. هو راجل المحطه بتاعته في الجزيره، نادي محترم هيكمل فيه، تمام، طموحه اوروبا، كل ده جميل. لكن وجود ابراهيم عادل تاني في النادي الاهلي هو مجرد وقت فقط لا غير. وقعدوا قد ايه في الجزيره؟ بس كم مده؟ ايا كان بقى مدته قد ايه في ايا كان. الجزيره وبيراميدز كان اتفاق واحد ان هم هنا يعني. الجزيره والبيراميدز كان في اتفاق بينهم خلاص ان يعني هو راح اعاره سنه ولا لا معاه 3 سنين في الجزيره. 3 سنين مش هيمشي من الجزيره. ما هو مش هيمشي من الجزيره، يعني ما فرقت ايه الجزيره الاماراتي من الجزيره هنا بتاعت تتش. مرحبا بك يا ابراهيم عادل لاعبا في النادي الاهلي. هيشوف، واذا انت قلت الكلام ده يقول لك انت بتكذبني، يلا بينا بقى على شوبير. يا مليون مرحبا، يا مليون الف مرحبا بصراحه يعني، لانه كده مش مقبول ومش معقول يعني. مش معقول يا جماعه. ما هو مش اي حاجه في اي حاجه، ما هو لازم انا خبر يكون صحيح، لازم الخبر يكون مظبوط، او على الاقل نقول يعني اجتهاد او اي حاجه. لكنه يعني انا اتخيل انا لعيب وبص اقول لك ايه، المدرب يوسف استبعاد فلان. لا حول ولا قوه. الراجل ما شافش. على فكره ممكن دول يستبعدوا او غيرهم يستبعدوا، لما الراجل يشوف هيبقى عنده قناعات بده وما عندوش قناعات بده. يعني لو على الرؤيه يبقى الراجل معجب جدا بحسين الشحات لانه اخر مباراه مكسر الدنيا. لو على الرؤيه تلعب الزمالك بيجيب جون وبيعمل بينالتي وبيغير شكل المباراه، فمش هقتنع بيه ازاي؟ هل ينفع انه مدرب ما شافش اللعيبه، ما حطش رجله في الملعب، يقول لك ده بره وده جوه؟ هل ده ينفع؟ يا جدع اعتقد لا، الراجل بقاله 3 شهور الاهلي بيتصور معاه وشهر عمال يذاكر وحافظ اللعيبه وحافظ كل حاجه. ايه ده كده واديها كفايه ابنك اللي بيلعب مع المنتخب والتاني اللي موجود مع الاخ وائل شيتوس والدنيا ماشيه حلوه في السلنكتيز. ايه ده؟ ما تصدقوهاش، قلت لكم ما تصدقوش اي حاجه هتسمعوها. خليكم مع المصادر والمنابر الرسميه للنادي اللي هي قناتكم، قناه نادي الزمالك اللي هي بتاعت الجمهور، اذاعتكم اذاعه نادي الزمالك اللي هي بتاعت الجمهور، المركز الاعلامي داخل نادي الزمالك اللي هو بينقل لحضراتكم ما يحدث داخل نادي الزمالك اول باول لانه جوه النادي. ال3 مصادر دول، وكمان رجالتنا وعباقرنا اللي في السوشيال ميديا اللي هم الزملكاويه بين قوسين، اللي بتعبر عن الزمالك، اللي بتدافع وبتدعم نادي الزمالك. خد مصادرك من دول، هم دول اللي هيقولوا لك الحقيقه بدون اي تزويق خالص، لان دول ال3 منابر دول هم دول بيعبروا عن جمهور نادي الزمالك، هم دول اللي شغالين عند جمهور نادي الزمالك. فلا مع حد ولا ضد حد، لا دول مع الزمالك فقط لا غير. والله يا اخويا هم مش مع الزمالك، هم مع الاسف.